يردون شلوا من غطوتي يردوني لكن ما من حميتي. يردوني عقال ما تهزهز يره دوني لكن ما طاح لازمت الحميه. الله. الوالده شو تقول لي؟ تقول لي ما يمدها الوقت ان سفرته ما يمدها. والله الوقت ان سفرته ما يمدها ولمن جزرا شطوطي ما يمدها المثلك شف حميته ما يمدها صوب جفوف متروس هرديه. الله. انا شقلها اقلها وحيده الوقت يتنومس بزينه وحيده وخطيه بين عدوانه وحيده تعاي وشوفوا حال ابنك وحيده مثل حال الشلب لو يشحمي. الله. هي تقول لي ولا طاب بعدك لا نشد احد ولا طاب بعدك لا حل المشرب ولا طاب وخزن جرح دلالي ولا طاب دونك لا نشد احد ولا طب علي وشاف شنو صار بي. الله. انا قلت لها تجارب يا ريت تجارب ادعوا خلي الدعوه تجارب ويا ريت تسبب الفرقه تجارب حالات الوقت يا يمه تجارب يميز الوفي من ذات ردي. هي تقول لي ولا زاد بعدك لا حل المشرب ولا زاد ويشط عقب ما يكشح ولا زاد دونك لا الحكايه ولا زاد وبقى حتى النذل يضحك عليه. الله الله الله. سنت ابو محمد اقول هم بالسجن هاي اقول يا يمه يتيم البير لو منه قطعه ودلوه ويا يمه حزين الليل لو مر القمر زعلان ما ضوه. الله. وذليله شجره الصفصاف من دون الشجر كل ثمر ما تحوى وحسافه تعب وياها مثل تعب اللي يلم الماي على العلو ورخيص الاخل ما جاب الحليب ولزمه الخو العافك وحدك بنيران جمر عداك تتشو العافك والرمح بتلاكم من الوجع تتلوى اثار الوجع بس بهله وبس بقلوب بهله تاكل البل الى اخر القصيده. احسنت ابو محمد احسنت. الله يسلمك. احسنت. قصيده رائعه وايضا الابوذيات محزنه ايضا للوالده. بس انت يعني تصور هذا الموضوع قبل 29 سنه يعني انت حتى وضعك كان الشعر وضع مو الكتابه مو الكتابه وحتى انه انت شلون تكتب وشلون تمسح وشلون هذه وشلون تحفظ وحتى انت بعدك بذاك العمر مو لكن هي تبقى مشاعر حقيقيه. أيوه. ابو محمد اكو المضيف هذا اللي قاعدين به احنا الساده المشاهدين قاعد يشاهدوه حل اخر يعني مشكله حلها يعني للساده المشاهدين اي هي؟ اخو ابو حسنين ولا يخفى على المشاهدين الكرام هذا المضيف محكمه مو مضيفي مضيف العشائر والاجاويد هذا محكمه. تجي قضايا مرات يعجز القانون ان يحلها. صحيح. لان مرات القانون ما يقدر يحمل صفه التراضي ويخلي الناس كلها تطلع احبه لان القانون تعرف صارم قوي فلهذا يطلع احد الطرفين حتى هذه فما يتقبل الموضوع. هاي المضايف وهيك ناس عندهم الله خلق عندهم درجه الاقناع. صحيح. يعني هو تجي هاي المتخاصمين عنده اقناع الله خص هذه الناس بانه تطلع الاطراف راضيه جدا واكو مواضيع شائكه تتدخل بالناموس وتتدخل بالشرف وتتدخل هذه يعني انا راح طريفه من الطرائف يعني احد الشباب العلاقه باحدى البنات فهي تداوم في مدرسه فهذا الشاب راح اتفقوا وياها العصر جابها بسيارته وجلها له نهبها خلينا نقول زواج عرف نهبها فاجا عامه من الناس اللي يحكي لك عليهم من الناس اللي الله يخصهم بهذه الصفه يعني صفه الاقناع وصفه التدين
وصفة حل مشاكل الآخرين. هذا الولد جاء قال له عمي شنو يا ابي؟ قال له والله إن جبتها. شنو قال له جبتها؟ بنت عمك بنت خالك جبتها، بنت عالم هذه، انت تقبل على عرضك ايش يصير؟ شلون تجيبها؟ قال له بعد هذا جبتها وانا اتحمل. قال له لا ابويا ترجع. قال له شلون ترجع؟ انا جبتها. قال انا ارجعها، انا ارجعها. وقال له شلون ترجع عمي؟ يعني يقتلوها. قال له ابويا انا ارجع. عند شلون غرض؟ جابها الولد، هي البت همش حست بالخطا مالها وحست بالها، فجابها الرجال عندهم يمهم مضمد. قال له يابا تعال صبب لي اياها، فطكها صبابه من فوق لجوا المضمد، وعنده اشعه قديمه المضمد، جاب الاشعه واجى رموها بالسياره وجابها لاهلها. اهلها لقوهم ناس مشفايين، يعني بنته رايحه منهم، لو ولد ما يخالف. صحيح. فوقف نزل اشترى لها عكازات، وقفت السياره لقى الناس مشفايه. ها يابا قال لهم بويا احنا سحقناها. يابا قالوا لهم بويا سحقناها لو موتين، احنا بويا ميتين، احنا عبالنا مدرن. قال لهم يابا هاي البت. المهم ظل يوميه يجي الحجي يجيب لها علاقتين مال برتقال ويقعد يم راسها، احنا الكسرها يحش عليها. وقفوا على كيفك ونزل على كيفك. ظلت لك يومين ثلاثه، رجع على يوم الحج قال لهم عمو وهي مكسوره ما طول كسرناها، احنا جاي نخطبها. الله. يابا خلي الطيب. قال لهم لا ابوي عايبه مكسوره احنا نخطبها. خطبها وين بصبابتها وتزوجوها على سنة. هذا ما يصير عند واحد اذا مو الله، واذا مو الله خصه. يعني نيابة عن كادر قناة الفضاءات الفضائية وكل العاملين في برنامج بيت القصيد، ونقول لك شكرا لك يا محمد على حسن استقبالك لنا وسعة صدرك، وإن شاء الله ما دوخناك ولا ضوجناك. أنا بالمقابل أتوجه لكم بالشكر الجزيل. هي قناتي قناة الفضاءات الفضائية اللي كل الأعياد وكل المناسبات دائما أنه أنتم ناس أصحاب دعوة وأصحاب فضل علينا، وأنا أتقدم لكم بالشكر الجزيل أول مرة باسم محافظتي ومدينة الكحلاء والعمارة، وكذلك باسم المبدعين من العمارة، وباسم شخصيا وباسم عشيرتي وعمامي والنعم عشيرة البهادل اللي هم يعني شفتوهم بلقاكم وياهم. وإن شاء الله نرد هذا الدين بأعناقنا اللي حملتونا إياه. واهلا وسهلا بك انت ابو حسين شاعرنا المبدع الرائع والمقدم الرائع وكل الكادر من مخرج الى مصورين. واني اقول لكم هذا بيتكم واهلا وسهلا ان شاء الله. والله بيتنا. الله يحفظك. شكرا لك يا محمد مره ثانيه وثالثه، وشكرا لساده المشاهدين اللي تابعونا على طول هذه الساعه التلفزيونيه مع شاعرنا الشيخ الكبير المبدع سعد محمد الحسن، حتى نلتقيكم في حلقه قادمه من برنامجكم بيت القصيد على الحب والسلام والامان دائما. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ساده المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك محمد. الله يخليك.